تعالوا نشوف القلقاس هيطلع عامل ازاي النهارده. انا النهارده عاملاه بالصلصه الحمراء بس بطريقه مش قادره اقولك جميله قد ايه، والسر كله في خطوه صغيره هقولك عليها. خلت القلقاس يطلع طري ولذيذ من غير ما يسود ولا يتفكك خالص. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا النهارده. اول حاجه احنا مش هنغسل القلقاس بعد ما نقشره، لا احنا هنغسله قبل ما نقشره زي ما انت شفتي معايا كده. هنغسله غسله كويسه وبعد كده هنكون مغليين ميه. بعد ما نغلي الميه هنروح منزلين فيها القلقاس بس لمده دقيقتين اتنين بالظبط عشان نتاكد اللي هو لو في اي برضو يعني شوايب او اي حاجه. يبقى احنا كده اتاكدنا. الغسله اللي لما بننزله في ميه مغليه بتخلي القشر يطرى شويه معاكي وتعرفي تقشريه كويس. عايزه اقول لك انا الاول ما كنتش بغليه كده، وكنت الاول لازم اقشره، يعني اغسله بس الاول كده واقشره وافضل اغسل فيه بقى لدرجه ما بنزل كل الفوائد اللي فيه. لا خلاص، على فكره الغسيل بتاعه مش حلو خالص. احنا هنغليه الاول، بعد كده هتيجي تقشريه كده هتلاقيه سهل معاكي. بس برضو معلومة حلوة، لما تيجي تشتريه الحتة الجزء اللي من فوق ده بيكون لونه وردي، وبتحسي اللي هو بيكون فيه زي كده ايه جزيئات صغيرة بارزة لبره. دي بتبقى اسمها ولادات، دي بيبقى ليه طعم حلو جدا. احنا نزلناه في مية مغلية، طلعناه نشفناه كويس جدا. ممكن نسيبه في الفوطة حتى لمدة ربع ساعة لغاية ما تشرب كل المية. بعد كده هنروح مقشرينه. اهم حاجه السكينه ما يبقاش عليها ميه خالص، تبقى ناشفه جدا. الطبق اللي انت بتقطعي فيه وايدك يبقوا ناشفين خالص. قشرناه هنجيب فوطه نظيفه بيضه تانية، هنروح مسحينه كويس من بره علشان ما نحاولش نخليه ينزل اي من السائل اللي هو بيبقى اللزج اللي فيه ده، لا يفضل محتفظ. ما لو اتبل هينزل السائل، انما طول ما هو ناشف مش هينزل السائل خالص. وعايزه اقول لك انت هتغيري فكرتك تماما لو انت جربتيه في مره من غير ما تغسليه. بعد ما بتقشريه هتلاقيه طعمه حاجة تانية خالص. هتقطعيه بقى زي ما انت عايزة، الاول تقسميه نصين وبعد كده تقسميه شرايح وتروحي مقطعاه مكعبات على قد ما تقدري. تقطعي المكعبات كلها حجم واحد علشان يستوي كله سوا واحد. وبرده في نفس الوقت برده معلومة تانية، ما يعني حاولي تجيبي واحدة بس على قد الطبخة. ما تحاوليش تجيبي اتنين صغيرين، لا ممكن تجيبي واحدة. مثلا لو انتوا مثلا عدد افراد اسرتكم بيكفيها كيلو، اعملي واحدة جيبيها كيلو، او مثلا تجيبي واحدة نص كيلو. ما تحاوليش تجيبي اتنين، مهما كان الاتنين مش هياخدوا سوا واحد. فهتلاقي واحدة طرية وواحدة تبقى ناشفة معاكي. فحاولي تخليها تبقى واحدة بس في الطبخة. قشرناه وقطعناه عملناه مكعبات زي ما انت شايفة كده. تمسحيه تاني بالمنديل، قصدي سوري بفوطة ناشفة برضه. بس كده كده ما طلوش ميه. وما تخافيش السائل مش هينزل في الصلصه خالص ولا اي حاجه خالص. جبنا سمنه، نزلنا عليها ببصلايه متقطعه وشوحناها لغايه ما خدت اللون الذهبي. نزلنا عليها بطماطم، هنسيب الطماطم تتسبك. لما تتسبك تكوني انت مثلا ايه، لو عايزه هتزوديها شوربه، ممكن شوربه فراخ او شوربه لحمه اللي يريحك. انا كنت عامله هنا يعني كنت عامله جنبها فراخ، فاخدت شوربه الفراخ. عايزه تعمليها بشوربه لحمه برضو تمام. بعد ما تتسبك خالص معاكي خالص، تتسبك تمام الطماطم، هتروحي ضايفه عليها شوربه الفراخ او شوربه اللحمه زي ما هتشوفي معايا كده دلوقتي. القلقاس من الخضروات الجميله جدا والوصفات الجميله جدا في الشتاء، بيبقى ليه كده طابع جميل وطابع خاص. ونصيحه ما تحاوليش تغسليه. انا كنت زيك كده، كنت بخاف ولازم اغسله وانقع قبلها بيوم في ميه وافضل كنت بضيع كل فوائده. لا فعلا ال لما بيتغسل قبلها بكتير كده بيبقى غلط. بس احنا نزلنا نزلنا الشوربه على الطماطم، هنسيبها زي ما انت شايفه كده تغلي كويس. هتروحي مظبطه الملح والفلفل بتاعك وتروحي نازله بالقلقاس. هتسيبيه بقى يستوي براحته خالص، نص ساعه ساعه زي ما انت شايفه القلقاس هيستوي في قد ايه. بس هو دلوقتي معاه وقته في اوانه، هيستوي معاكي على طول ان شاء الله. هتغطيه بقى وتسيبيه براحته خالص لغايه ما يستوي. عايزه اقول لك عدم غسيله مش هيخليه، بيبقى فيه زي كده ايه، بيبقى فيه من بره كده، بيبقى طري من بره كده. لا مش هتلاقيه، هتلاقي الصلصه بتاعته حلوه وهتلاقيه مظبوط جدا معاكي. سيبيه يستوي على راحته خالص لغايه ما يستوي. هنعمل له طشه جميله جدا وبسيطه زي طشه الملوخيه. عايزه اقول لك بتودي القلقاس في حته تانية خالص. معلقتين سمنه برضو حلوين او زبده زي ما، ومعلقتين توم مفرومين ناعم خالص. تمام. هتاخديه هتشوحيها لغايه ما تاخد لون معاكي، وتروحي نازله عليهم بمعلقه كزبره، كزبره ناشفه. تمام.
كده انا ظبطته، وبرده ظبطي الملح بتاعك والفلفل. كده تمام، كده خد اللون الحلو جدا معايا. تروحي نازله عليه نازله على القلقاس. تمام، زي ما انت شايفه كده معايا القلقاس كده خلاص انا استوى معايا. برضو تحاولي ان انت ما تسيبوش لغايه ما يتهري خالص منك، لا لو اتبقى منك مثلا حبه لتاني يوم هتيجي تسخنيهم هتلاقيه خلاص باش خالص، لا احنا مش عايزينه كده، عايزينه يقطم وفي نفس الوقت هيبقى طري وجميل جدا. تمام، وتكوني محضره معايا هتحضري مثلا يعني ايه نص حزمه كزبره خضراء. عايزه اقولك بتوديه في حته تانية خالص. بتحضريها، بتاخدي الاوراق بس بتاعتها، وطبعا تغسليها كويس وتفرميها ناعم. وبعد ما بيستوي كده خالص قبل ما تطفي النار هتروحي ضايفه عليها الكزبره الخضراء. عايزه اقول لك انت لو جربتيه مره ان شاء الله مش هتبطلي، على طول هتعمليه كده انا الاول كنت على طول بعمله بس بالسلق، بس قلت بقى نغير ونعمله مره بالصلصه. بجد بجد طلع اختراع وجميل جدا كمان ما شاء الله. تمام، انا نزلت عليه بالكزبره، تدي ريحه وطعم جميل جدا. بس كده كده القلقاس خلص معانا. اهم حاجه تسويه كويس، واهم حاجه وانتي بتقطعيه ما تغسلهوش وما يجتلوش اي ميه خالص. شوفي طالع فاتح جميل ازاي ما شاء الله. وتحسي الواحده بوحدتها كده ومش بايشه، وفي نفس الوقت هتيجي تتقطم معاكي في المعلقه هتلاقيها طريه جدا من جوه وجميله جدا ما شاء الله. بس كده نطفي عليه لغاية كده انا جهزت معايا الاكل. وبكده تكون وصفتنا خلصت النهارده يا حبايبي، وهتشوفيه معايا دلوقتي بيتقطم ازاي بسهوله. بصي عامل ازاي وفاتح ما شاء الله اللهم بارك، تحفه جدا. تمام، وبيتقطم على طول وبسهوله و... 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 وبألف هنا يا حبايبي.